السلام عليكم. بصوا بقى، انا عاوزه اقول لكم ان انا من الناس اللي انا عاديه جدا. ممكن تبصوا تلاقوني في لحظه قعدت بقى ادور كده في المطبخ واطلع دقيق واعمل اي حاجه، والمهم ان انا اخترع حتى لو ان انا هبوظ الحاجه. وساعات ان انا ما يجيليش نفسي اصلا اقوم من مكاني اعمل اي حاجه، سبحان الله يعني. فانا زي اي حد. المهم قمت كده لقيت عندي كيسين من الدقيق. اسكت ابدا. قلت لهم تعالوا. المهم جبت الكيسين الدقيق دول، بس عملت منهم شويه حاجات حلوه قوي قوي وفرحت بيها العيال. اه صرفت، يعني صرفت شوية بس مش قوي. يعني هقول لكم انا عملت ايه. والله الموضوع فعلا مش مكلف ولا حاجة. جبت بقى كيسين من الدقيق كده، لقيتهم موجودين عندي. طبعا بنتي سندي بنتي بتحب تساعد، الله يبارك فيها يا رب. فحطيت رشه من الملح ورشه من السكر كده زي ما انتم شايفين. وهوب فجأة لقيت نفسي بقى جنين العجين. طبعا الفيديو المقطع بتاعه وانا بحط الميه ما جايش، فمره واحده لقيت نفسي بعد ما حطيت الدقيق والملح وشويه من السكر لقيت نفسي عجنت زي ما انتم شايفين. اتفاجئت زيكم بالظبط. وكان في كمان ان انا احط بياض بيضه، هحط كمان بياض بيضه. وطبعا المقطع ده كله للاسف ما تصورش، الحمد لله. زي ما انتم شايفين ساندي بنتي بتحب تخترع كده، وقامت مساعداني وحاطه شويه الزيت. وانا قمت شايله العجينه، فضلت اعجن في العجينه كده وهي في الطشت لحد ما لفيت بيها المطبخ كله. انا اعجن والطبق يتحرك من مكانه. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا بقى مسكت العجينه كده، تقولوش كان عندي مشكله بيني وبين العجينه. انا ماسكه العجينه زي ما يكون مزعلاني في حاجه، اديتها بصوا ما خليتش. انا بقى عايزه اقول لكم ان العجين عشان سر نجاح اي عجينه هتعملوها، هو انت تطلعي كل همك فيها كده. تمسكي العجينه طلعي همك فيها كده على الرخامه، تطلع معاكي احلى نتيجه. انا بقى ما اجيبش عجان واريح دماغي ما اطلع هم في مين، في العجين. وهنا برضو رحت جايبه بقى ايه نص كيلو من البانيه كده، وقطعت وعملت حركات. طب ايه علاقة العجين دلوقتي بالبانيه؟ اصبروا عليا، ما تستعجلوش على رزقكم. حطوا لايك بس وصلوا على النبي في الكومنتات على ما اجيلكم. بصوا بقى، هنا احط التوابل واجري فلفل اسمر وشوية من البابريكا وحاجات كده من التوابل يعني. وفي قلب الطاسة بقى بتقدح كده عليها شوية زيت، ونزلت عليها بالشاورما اللي انا قطعتها. صليتوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا حطوا قلب بقى كده ولايك وشجعوني كده بيه. اللهم صل على النبي. جيت بقى شوحت الشاورما بتاعتنا. طبعا انا كان معايا اختي الغاليه ام يوسف، فطبعا انا بشكرها جدا على وقفتها معايا، صراحه شجعتني تشجيع جامد اليوم ده. كانت بتقف مش بتسقف يعني، بس لا بتقف بقى بتساعدني وتناولني. الله يديها الصحه يا رب. مش مشكلتنا دلوقتي مع مين كان معايا. بصوا بقى، جبت العجين وقطعته كور زي ما انتم شايفين كده. وطبعا غطيته بشويه من الدقيق علشان من الزيت علشان من الوش بتاعه ما يقشفش. وقطعتهم وحطيتهم برضو على صواني مدهونة من الزيت عشان ما تلزقش مننا. فهتقولي لي طب انت من مضيقه العجين كده ليه؟ بعضه لما يرتاح هيلزق. لا، ما انا ما سبتوش كتير اصلا وما لزقش ولا حاجه. رجعت بقى تاني للشاورما وسبت العجين ياخد راحته ويستريح شويه، ورحت راجعه للشاورما مكملاها وصلصه وبصلايه وفص توم. بس انا بصراحه ما حطيتش التوم علشان دوت فطير زي ما انتم شايفين كده. فطبعا الفطير مش هينفع فيه توم. لما اكون عامله شاورما بحط توم. ما علينا، عملت الشاورما وظبطتها وسبتها تستوي على البوتاجاز لو شايفينها يعني. وبدات افرد بقى في العجين زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه بقى في الخطوه ديت ان احنا نكون سايبين العجين يرتاح معانا عشان نقدر نفرده. طبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده العجينه ايه مش بتتقطع معايا ولا اي حاجه. وحتى لو اتقطعت حاجات بسيطه قوي فما يعني ده طبيعي في الفطير اصلا يعني. الفطير بقى اللي انا عملته النهارده عملته بالشاورما، وعملته حشيته خضار وشاورما. بجد كان هقول لكم في الاخر. بص فردت كمان واحده. هم بصراحه صراحه عملوا كام 4 فطاير او 4 فطاير معانا. بقى فردتها بقى زي ما انتم شايفين كده. وعاوزه اقول لكم العجين اهم حاجه في الفطير ان هو يتعجن كويس. طبعا هنا انا عماله الف حوالين العجينه عشان ده الطبيعي. الفطير عاوزك ان انت تتحركي كده حواليه وتفرديه من جميع الاتجاهات، على ترابيزه بقى على رخامه على اي حاجه. المهم فردت العجين كده. عاوزه اقول لكم سر العجين بتاع المحلات. العجين ده عجين شرقي مش عجين الفلاحي بتاعنا. هي نفس الطريقه بس تختلف عليها ببياض البيضه. المحلات بتحط بياض بيضه لما تكون هتعمل فطير بالحشو، وده سر انا خدته من اكبر مطاعم. الله يبارك لهم اللي ادوني الفكره دي. اما بقى الفطير الفلاحي بتاعنا ما بنحتاجلوش اي حاجه غير ميه وملح وسكر ودقيق، ولا بياض بيضه ولا اي حاجه من دي خالص. صليت بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى شويه من الشاورما وشويه من الخضار، اي نوع خضار بقى. انا حطيت اللي موجود عندي فلفل وقطعت بصل. بصراحه طعم البصل فيها بيبقى تحفه تحفه. بس كده فردتها وطبقتها وعملتها. وعملت كمان ال4 التانيين، لا ال3 التانيين عشان في واحده عملتها شكل البيتزايه كده.
اما لقيت بقى ساندي شبطانه وعاوزه بيتزا، وهي مفكراها يعني ان هي كانت بيتزا، فما رضيتش ازعلها، ورحت عامله واحده كانها ايه بيتزايه يعني. بس بعدين رحت جايه بقى مطبقه دي كمان، عملوا معايا 3 فطاير، وعملت واحده زي ما تكون ان هي بيتزا يعني. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نصلي على النبي على كتير، نصلي على النبي كتير يا جماعه، ونذكر ربنا كده ونذكر الله ونصلي على الرسول بلساننا وبقلبنا. ويا سلام بقى لو حطيتوها في الكومنتات كمان عشان غيركم يخش يرد الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ونكسب الأجر والثواب. هنا برضو ادي التانية هي، وزي ما قلت لكم انا عملت 3 منها. بصوا بقى، مش عيب ان احنا نغلط، بس اهم حاجة نتعلم من اخطائنا. الله، ده انا بقول كلام حلو قوي. بصوا بقى، انا عاوزه اقول لكم انا هنا لقيت الفطير ده بعد ما حطيته في الفرن، شايفين الجمال ما شاء الله تحفه. للاسف تاني في مقطع ما صورش بعد ما استوت، بس عايزه اقول لكم هي كانت جميله، بس اهم حاجه ان انت ما تقطعهاش وهي سخنه على طول، عشان دي كانت حسيت ان هي ناشفه معايا. انا لقيتها ناشفه كنت هتجنن وعاوزه اعرف السبب. اتابي بقى تبحثت وفضلت اسال يعني، ما سكتش، عرفت ان السبب ان انا قطعتها سخنه وما صبرتش عليها لما طريت كده وبقت طريه. اول صينيتين كانوا ناشفين قوي بصراحه، لكن بس الصينيتين صراحة اللي ربنا اتحطوا في الاخر السنتين التانيين لما حطيتهم بقى وصبرت عليهم لما بردت خالص، كانت بقت طرية كده وجميلة وكانت حلوة قوي عما انا قطعتها وهي سخنة. لايك بقى وشير لو عجبكم الفيديو، حطوا اللايك. انا شفتكم ما حطيتش اللايك يا حلوين، لايك وشير، وتمنوا لي من قلبكم كل الخير. بحبكم في الله، احلى واغلى متابعين في الدنيا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. اتمنى الفيديو بتاعنا والفطير الشرقي يكون عجبكم واستفدت منه النهارده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.